طيف البشائر لا يغيب بحياتنا منذ القدم، من فيض أخلاق الحبيب أخلاقنا منذ القدم، فاحت بها الأنسام الطيب نبع المحامد والكرم، نحو البعيد أو القريب نهدي الفضائل والشيم، نهدي الفضائل والشيم، إحساسها الأزكى قريب للروح من نبه القيم، والشوق باللقيا يطيب. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، حدثتكم في الحلقة الماضية عن العدل وعن وجوب عدل الراعي في الرعية وعدل القاضي بين الخصوم. اليوم سأتحدث عن العدل من ناحية اجتماعية مهمة تهم كل الناس أو أكثرهم، وهو العدل بين الأولاد والعدل بين الزوجات لمن كان معددا. أما العدل بين الأولاد فهو من أوجب الواجبات، وهو من أكبر أسباب توفيق العبد وما يدل على كمال عقله وحسن رشده، وأسباب أيضا وهو من أكبر أسباب صلاح الأسرة واستقامتها وحصول الوئام والمحبة بين الوالد وأولاده وبين الأولاد بعضهم مع بعض. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، أي ولاهم الله عز وجل عليه. والعدل بين الأولاد من بنين وبنات لا شك أنه من أكبر أسباب صلاح الأولاد وحصول الوئام والمحبة بينهم، كما أنه من أكبر ما يعين الأولاد على بر والديهم. أما إذا فرق بين أولاده وميز بعضهم على بعض وأظهر محبة بعضهم دون الآخرين، فإن هذا من أكبر أسباب فساد الأسرة وتدميرها وحصول الشقاق والخلاف والنزاع بين الأولاد وحسد بعضهم لبعض. فتجد أن المفضلين منهم ربما يستكبرون على إخوانهم ويتعالون عليهم بسبب تفضيل والدهم لهم على بقية إخوانهم، والمفضل عليهم تجد أن الحقد والحسد والبغضاء تعتمل في نفوسهم وتكبر مع الأيام حتى تتشتت هذه الأسرة ويتفرق شملها، والسبب هو ظلم الوالد سواء كان أبا أو أما وتفريقه بين أولاده من بنين أو بنات. فالعدل من أوجب الواجبات شرعا، وهو أيضا من أسباب صلاح الأسرة ويدل على كمال العقل وحسن التدبير. من القصص العجيبة الموحية والمعبرة في هذا الباب، وهي أصل في هذا الباب، قصة النعمان بن بشير رضي الله عنه مع أبيه بشير بن سنان وأمه عمرة بنت رواحة، حيث كما يقول النعمان بن بشير: وهبني أبي مالا، قيل إنها جارية وقيل إنها أرض. ولما أخبر أمي عمرة بنت رواحة قالت: لا أقبل هذا حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعرت أنها تفضيل النعمان على بقية إخوانه وتمييزه بهذه العطية فيه شيء من الظلم، ولهذا أبت أن تقبل هذه العطية لولدها إلا أن يشهد عليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطمئن قلبها. فذهب بشير بن سنان رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه وهب النعمان شيئا من ماله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية في الصحيحين قال: فلا تشهدني إذن، إني لا أشهد على جو. وفي رواية: أشهد على هذا غيري. سبحان الله، هذا الحديث صريح في وجوب العدل بين الأولاد، وقد كان السلف رحمة الله عليهم يستحبون العدل بينهم حتى في القبل، حتى في التقبيل وفي الضم وفي الحديث والمجالسة،
لا تشعر أحدا من أولادك أنه أقل من الآخر أو أنك تحب هذا الولد أكثر من غيره. ولذلك لما أحب يعقوب عليه الصلاة والسلام ولده يوسف رأيتم ما حصل من الفرقة والشتات والحسد العظيم الذي كاد أن يودي بحياة يوسف عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن تظهر هذا حتى لو كنت فعلا تحب بعض أولادك أكثر من بعض لأنهم أقرب إليك وأكثر برا بك أو كانوا أميزا من بقية إخوانهم. أشعر جميع أولادك أنهم عندك سواء. وأيضا يجب عليك إذا أردت أن تعطي أحدا منهم أن تعطي الآخرين مثله، فإن فضلت أحدا على أحد فيجب عليك التسوية بينهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان: إما بإعطاء البقية مثله أو أن تسترد ما أعطيته لهذا الولد دون بقية إخوته. هذا واجب شرعا ولا بد منه. والتسوية والعدل بين الأولاد تكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسمة الله عز وجل في المواريث وقياسا لحال الحياة على حال الموت، لكن لا يجوز لك أن تفضل أحدا على أحد. وهذا العدل في العطية أو في الهبة الزائدة عن النفقة. أما النفقة على الأولاد وهذه قضية غاية في الأهمية أحبتي، فالنفقة مقدرة بالحاجة والحاجات تختلف وكل إنسان يعطى مقدار كفايته. ولهذا تجد أن نفقة الذكر غير نفقة الأنثى. قد الأنثى تحتاج إلى حلي وتحتاج إلى ثياب أكثر من ما يحتاجه الرجل فيعطيها نفقتها. قد الكبير أيضا نفقته أكثر من الصغير، يحتاج في الطعام إلى طعام أكثر مما يأكله الصغير. في اللباس الكبير يحتاج إلى 4 أمتار أو نحوها بينما الصغير يحتاج إلى 1 متر أو 2 مترين وتكفيه. فهنا لا تقول أعطي الصغير ما يوازي ما أنفقت على الكبير من ثياب أو نفقة، كلا، لأن هذه نفقة والنفقة مقدرة بالحاجة كما ذكرت والحاجات تختلف. قد يكون عندك أحد الأولاد مريضا ويحتاج إلى آلاف ربما شهريا، هل إذا أنفقت عليه لعلاجه تقول أعطي الآخرين مثل ما أعطيته حتى أساوي بينهم؟ كلا، هنا العدل بينهم أن تعطي كل إنسان ما يحتاج. أحد أولادك يحتاج إلى سيارة أو إلى زواج فتدفع له 10 الآلاف، لا حرج، هذا ليس من الظلم. وإذا احتاج إخوانه بعد ذلك إلى سيارة أو إلى زواج فتعطيه مثله. إذن النفقة العدل فيها هو إعطاء كل إنسان ما يكفيه وسد حاجته، والحاجات تختلف كما ذكرت من كبير إلى صغير وصحيح إلى عليل ورجل إلى امرأة. وأما العدل الواجب كما ذكرت فهو العدل في التعامل والعدل في العطية الزائدة عن النفقة. هنا يجب التسوية بين الأولاد، واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وبقي معنا بإذن الله الحديث عن العدل بين الزوجات في الحلقة القادمة بإذن الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيف البشر. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية. منذ القدم من فيض أخلاق الحبيب أخلاقنا منذ القدم فاحت بها الأنسام الطيب نبع المحامد والكرم نحو البعيد أو القريب نهدي الفضائل والشيم إحساسها الأزكى قريب للروح من نبه القيم والشوق باللقيا يطيب نسمو إلى هام القمم